السلام عليكم، أخباركم إيه؟ إن شاء الله دايمًا تكونوا بخير يا رب العالمين وفي صحة وفي أحسن حال. فيديو النهارده مختلف شوية هنعمل فيه بقى الtrend اللي نازل دلوقتي اللي هو آيس كريم اقتصادي وبالمَيّة وبدون لبن ولا كريمة ولا حليب مكثّف. فللمصداقية يعني هي مش وصفتي، هاجرّبها معاكم وهاقول رأيي بكل أمانة ووضوح. لإن عادةً أنا باعمله بصراحة بلبن وبفاكهة طبيعية، وباضيف برضه كريم شانتيه وحاجات تانية. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمّلوا الفيديو للآخر عشان نشوف الطعم أخباره إيه وكل حاجة عنه إن شاء الله وبكل أمانة ومصداقية. يالّا بينا نبدأ ونشوف هنعمله إزاي. نيجي لأول مرحلة هنستخدم فيها نُص كوباية من المَيّة، معلقة كبيرة هرمية من النشا، وباكو جيلي أي نوع وأي طعم تحبيه. هنجيب بقى عندِك كازرولة أو حلة صغيرة هننزل فيها بالمكونات دي كلها، الجيلي والمَيّة وكمان معلقة النشا. نقلِّب بعد كده بقى كويس جدًا لحد ما الخليط بتاعنا كده يمتزج كلّه مع بعضه والنشا يختفي في الخليط. هناخده بقى على نار هادية ونبدأ نقلِّب فيه ما نسيبهوش لحد ما يعمل كده فقاقيع، وكده يبقى خلاص بقى جاهز ووصل للقوام المطلوب اللي إحنا محتاجينه. بعد كده هنبدأ نفضّيه بقى في طبق أو بولة ونسيبه بقى يبرد كده جنبنا على ترابيزة المطبخ، وبعد كده ممكن ناخده نحطه في التلاجة أو الفريزر، لإن ما ينفعش ندخّله سُخن التلاجة لحد كده ما يجمد شوية. نجهّز بقى الطعم التاني اللي هو عبارة عن طعم المانجا، جيلي بطعم المانجا، هانزل عليه برضه بمعلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة هرمية، وبعد كده هانزل بالمَيّة، نُص كوباية من المَيّة وأقلِّب برضه كويس جدًا، وآخُد برضه الخليط على نار هادية لحد ما يعمل كده فقاقيع، ودي خطوة مهمة جدًا، نشوف الفقاقيع فيه خلاص هو كده وصل للقوام المطلوب، وهافضّيه برضه واسيبه يبرد نفس النظام زي الطعم اللي قبل كده. نيجي بعد كده للمرحلة التانية والأخيرة، هنستخدم فيها الخلاط. عندي كوباية ونُص من المَيّة، المَيّة اللي أنا استخدمتها هنا استخدمتها باردة من التلاجة، لو حابة تستخدميها فاترة فيرجع لِك الاختيار. بعد كده هاستخدم نُص كوباية من الكريم شانتيه، الكريم شانتيه هنا عندي مُحلّى فمش هاستخدم سُكّر، لو مش مُحلّى استخدمي سُكّر، هاضربه كويس جدًا حوالي 10 دقايق، وبعد ما اتضرب هانزل بقى بالجيلي. الجيلي طبعًا كنت مبرداه على ترابيزة المطبخ، وبعد كده دخلته في التلاجة حوالي نُص ساعة. بعد كده بقى هاخده برضه في الخلاط لحد كده ما يتضرب كويس جدًا ويمتزج مع الكريم شانتيه والمَيّة، وده اللون بتاعه. هاجيب بقى قطعة كده بنعمل فيها أوستيك كده للأطفال زي اللي بيجيبوه من المحلات، هاحط فيه حوالي نُصّه، وبعد كده هاكمّل بالطعم التاني اللي لسه هنجهّزه. ممكن نلاقيها عند أي حد بتاع مستلزمات الحلواني أو كمان أي حد بتاع الأدوات المنزلية. بعد كده هانزل بباقي الخليط في علبة وهابدأ أغطّيها وأحطّها في الفريزر لحد كده بقى إيه، ما تتجمّد. بعد كده بقى هاعمل الجزء التاني أو الطعم التاني اللي هو برضه كوباية ونُص من المَيّة، نُص كوباية من الكريم شانتيه، وبعد كده بقى هانزل بالطعم التاني اللي هو طعم المانجا. وبعد ما اتخلط ده شكله. الخليط طبعًا بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل زي اللي عاملينه بقى بالفاكهة والكريم شانتيه بكمية مناسبة، وكمان ممكن نعمله كمان بحليب مكثّف. بيبقى ده القوام بتاعه. وبعد كده بقى هاغطّي القطعة دي بنفس الشكل، وهاغطّي بقى العلبة وآخُدهم برضه في الفريزر لحد ما يتجمّدوا. ده بقى الآيس كريم اللي عملناه من الجيلي والمَيّة. هاقول بقى رأيي بكل صراحة وبكل أمانة، القوام يعني إلى حدٍ ما مقبول في الخرفشة اللي موجودة في الآيس كريم، المَطّة بتاعته كويسة، ولكن مش كريمي بدرجة آيس كريم المحلات الطبيعي أو الآيس كريم اللي بنعمله في البيت بالفاكهة. اللون إلى حدٍ ما كويس، بس بأمانة كطعم أبعد ما يكون عن الآيس كريم الطبيعي اللي بنعمله بالفاكهة، هو طعمه صناعي صِرف زي ما بيقولوا. بأمانة عن نفسي يعني طعمه ما عجبنيش، ممكن ناس تانية تحبه أو بعض الأطفال ممكن يحبوه، لكن دي حرية شخصية. وده رأيي بأمانة وبكل صراحة في آيس كريم الماء بالجيلي.
ويا ريت بقى ما حدش يزعل مني، لاني بصراحه انا بحب الامانه والمصداقيه مع متابعيني، لان دي برضو يعني خامات برضو هتشتروها مهما كان، وما احبش ان حد يدعي عليا او اقعد اقول ده جميل وكده ويعني ناس تزعل مني. انا سوزان محمد، اللي لسه اول مره يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما اعمل وصفه جديده ان شاء الله توصل لكم. وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك سو سكتش المطبخ سو بنفس الاسم اهو، ولايك وشير، والسلام عليكم.